بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم الكابتن طلال دشتي، مدرب حراس مرمى لفئه تحت 15 وتحت 13 سنه. احب اول شيء اشكر مجلس اداره النادي العربي والاخوان القائمين على ثقتهم فيني واعادتي مره ثانيه للنادي. انا ماني غريب على النادي، يمكن انا اشتغلت فتره طويله بالنادي العربي ولله الحمد. بتكلم يمكن باختصار عن موضوع حراسة مرمى بالنادي العربي. موضوع حراسة المرمى بالنادي العربي لما نتكلم احنا نذكر رحمة الله عليه اخونا الكبير رحمة الله عليه ابو علي سمير سعيد. هذا الانسان اللي الهمنا وعلمنا حب حراسة المرمى بشكل عام، وعلمنا حب النادي العربي واخلاصنا للنادي العربي بشكل خاص. يمكن احنا باستراتيجيتنا بالنادي العربي انتاج حراس مرمى وتكوين قاعده للمستقبل وللفريق الاول يخدم النادي ويخدم المنتخب الوطني. نمشي بالخطه هذه على المرحوم ابو علي سمير سعيد. ممكن احنا اليوم لو نلاحظ بالفترات السابقه اشتغلنا وانتجنا حراس مرمى ولله الحمد. اليوم على مستوى فريق الرديف والفريق الاول عندنا كم من حراس المرمى لدرجه يعني ما شاء الله النادي مو عارف منو يلعب من حراسه المرمى. ممكن بالفترات الاخيره صار في قصور او ظروف بالقطاع الناشئين ادى الى ذلك خلل مستوى حراس المرمى او انتاجيتهم. خلال الموسم هذا باذن الله اوفق انا ويا اخواني والكباتن اللي وياي على اعداد وانشاء قاعده مستقبليه بقياده مدير قطاع الناشئين السيد خالد القرندي الجانب الاداري مع اخواني المدربين الفنيين. ممكن ان شاء الله ننتج فريق ننافس فيه بالبطولات بالمستقبل للنادي العربي، وان شاء الله راح يشوفون شيء يسر الخاطر باذن الله. ومستوى حراس مرمى ما شاء الله انا قاعد اشوفهم الحين تحت 15 وتحت 13 المدرسه في خامات طيبه، في ناس ولاعبين تبشر بالخير باذن الله. وان شاء الله دعواتكم ويانا.